بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض قراءة الحروف. احنا اخدنا مع بعض آه، الحرف لما يبقى عليه العلامة اللي هي الشرطة اللي من فوق دي بقول عليها فتحة. يعني ايه فتحة؟ يعني بفتح بقي وانا بنطق الحرف، يعني الب فتحة بقول ب. طيب تعالوا كده بصوا على الحرف ده. هي الشرطة دي زي الشرطة دي؟ لا، الشرطة دي فوق الحرف والشرطة دي تحت الحرف. الشرطة دي كنا بنقول عليها فتحة، الشرطة دي بنقول عليها كسرة. تمام. طيب هنا العلامة دي لما بتبقى موجودة على الحرف بقول ب. طيب دي ايه؟ دي اسمها كسرة، اللي بتبقى موجودة تحت الحرف اسمها كسرة. ب كسرة بي، بكسر وانا بقول ب كسرة بي. احنا في الاول كنا بنقول ب فتحة ب. بصوا لما نزلت الشرطة تحت الحرف بكسر وبقول ب كسرة بي. لو انت ما عملتليش لايك دلوقتي يا ريت تدعميني وتعملي لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديو جديد. طيب تعالوا نشوف مع بعض. الألف الفتحة كانت الهمزة بتاعتها من فوق. الحاجة الاختلاف الوحيد إن الألف الفتحة كانت الهمزة من فوق. طيب تعالوا نشوف. لما تكون الكسرة موجودة تحت الألف الهمزة بتبقى من تحت مش بتبقى من فوق زي الفتحة. ولما باجي أنطق الألف اللي تحتها كسرة بقول ألف كسرة إي، ألف كسرة إي. بكسر. شوفوا في الفتحة كنت بقول ألف فتحة آ، في الكسرة بقول ألف كسرة إي. يبقى هنا الهمزة بتبقى تحت الألف في الكسرة. تعالوا كده نقول مع بعض ألف كسرة إي، ألف كسرة إي. ب كسرة بي، ب كسرة بي. ت كسرة تي، ت كسرة تي. س كسرة سي، وطلع لساني ما ننساش. س كسرة سي. جيم كسرة جي، ح كسرة حي، خ كسرة خي. ر كسرة ري، زين كسرة زي، سين كسرة سي، شين كسرة شي. صاد كسرة صي، ضاد كسرة ضي. هنعمل دايرة مع بعض الحروف متلخبطة وهسأل هقول فين التي؟ طبعا أنا عندي دي ت ما ننساش، ودي ت برضو ما ننساش، وكمان دي ت برضو ما ننساش. الت لما تبقى مكسورة تي. تمام. فين الزال او الزي؟ فين الزي؟ فين الري؟ فين الحي؟ فين الشي؟ شاور. فين البي؟ فين السي؟ فين الجي؟ فين الصي؟ مش السي، الصي. لما اجي اقول السي هناخدها دلوقتي مع بعض وهعرفكم الفرق تاني. طيب فين الزي؟ ما طلعتش لساني. فين الزي؟ كده انا طلعت لساني في الحرف. شاور. فين الحي؟ فين الري؟ فين الخي؟ فين الضي؟ فين السي؟ فين الاي؟ فين
التي. تعالوا نشوف الفرق في السي والسي والصي. تعالوا نشوف الفرق هنعرفه ازاي ما بين الثلاث حروف دول. هنا الس احنا متعودين انها بطلع لساني، لاني احنا متفقين انها من الحروف اللثوية، يعني بطلع لساني وانا بقول الس. عشان كده لما باجي بقول سي، اطلع لساني وانا بنطقها سي. ده الفرق الواضح جدا جدا ما بينها وبين السين. عشان كده احنا قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده. طب السين الكسرة بقول عليها سي، طبعا مش بطلع لساني. يبقى الفرق بين دي وبين دي ان انا لما باجي بنطق الكلمة بعد كده او بنطق الحرف ان انا بقول سي، ودي بطلع لساني، ودي بقول سي مش بطلع لساني. بعد كده هنعرف الحاجات اللي انا بقولها دي مهمة جدا جدا في الاملاء، في ازاي افرق بين الحرف والتاني. ابص على المعلم وهو بينطق الحرف عشان ابقى طفل مميز جدا. طيب تعالوا نشوف الصاد كسرة، الفرق بينها وبين السين. السين هنا اسمها سي في الكسرة، في الصاد في الكسرة بقول صي. سين كسرة سي، صاد كسرة صي. عرفتوا الفرق؟ تعالوا كده نشوف مع بعض الت كسرة تي. طب تعالوا نشوف نطق الط، ط كسرة طي. يبقى هنا الت تي، الط طي، تي طي. شايفين الفرق؟ تعالوا كده نشوف الفرق بين الزال، تمام، الزال والزين. احنا قلنا ان الزال من حروف اللثوية، يعني لازم اطلع لساني وانا بنطقه. بقول الزال كسرة زي، واطلع لساني وانا بنطق الحرف زي زي. الزين بقولها زي، ما بطلعش لساني ولا اي حاجة. وده الفرق اللي بين الزال والزين. زي 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 زي. انا كده خلصت الفيديو. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.